بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التلاميذ والتلميذات، الآباء والأمهات، المتابعين والمتابعات ديال القناة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا يتجدد اللقاء بكم في الحصة الثانية من التصحيح ديال رائز التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. كنت وعدتكم أنني غادي نكمل التصحيح، غادي نقسم هذا الرائز الى حصتين. علاش؟ لانه باش ما نطولش عليكم في الفيديو. اذا اليوم غادي نكملوا ان شاء الله بالتصحيح. كنا وصلنا في السؤال رقم 9. هنايا عندي هنايا مساله: رافقت والدك الى المتجر وفي محفظته 1250 درهم. اشتريتما الملابس المبينة في الجدول التالي. يعني عندي هنا جدول، عندي الملابس، السراويل، القمصان، الأحذية. عندي هنا ثمن الواحد منها، الكمية، ثم الثمن الإجمالي. إذا شنو شريتو جوج ديال السراول 125 درهم بحال 2500 ريال الواحد. بمعنى شحال شريتو جوج 2500 هي 125 درهم. الثمن هو المجموع 250 درهم، هي 5000 ريال. القمصان 90 درهم، جوج ديال التريكوات ب 90 درهم، شريتو 4، بمعنى إلا ضربتي 9 في 4 90 في 4 تعطيك 360 درهم. الأحذية شريتو جوج كذلك 170 في جوج هي 340 درهم. المجموع غادي نشوفو شحال هو المجموع هنايا. شحال عند الاب ديالك؟ عنده 1250 درهم. الا درنا المجموع، اذا شوفوا غنديروا المجموع بحال غنديروا العمليه ديال هنايا، العمليه ديال الجمع غنديروا 250. شوف معايا، غندير 250 ها هي الاولى زائد 360 وغنزيد عليها 340 درهم. ندير العمليه ديال الجمع ديالي سهله. صفر زائد صفر زائد صفر هي صفر. 5 و 6 11 و 4 15. كتب 5 واحتفظ بواحد، جوج الواحد هي 3 و 3 هي 6 و 3 هي 9. إذا المجموع هو 950 درهم. 950 درهم. شنو السؤال؟ قال لك: هل المبلغ المتبقي كافي لشراء بدلة رياضية ثمنها 300 درهم؟ إذا إلا بغينا المبلغ المتبقي، شحال خسرنا هنايا؟ خسرتو انت ووالديك خسرتو 950. الا بغينا الباقي، شحال باقي ليه، شحال باقي لكم؟ غنديرو 1250 نقصو منها 950 درهم. صفر ناقص صفر هي صفر. 5 ناقص 5 هي صفر. جوج ناقص 9 لا يمكن، السالب 10. 12 ناقص 9 غتعطينا هي 3. نرجع للسلاف، 1 ناقص 1 هي صفر. غتبقى لك 300 درهم. إذا شنو هو السؤال؟ هل المبلغ المتبقي كافي لشراء بدلة رياضية ثمنها 300 درهم؟ إذا صحيح. نقولوا هنايا الباقي هو 300 درهم. إذا هو كاف لشراء بدلة رياضية سوربيط، بدلة رياضية ثمنها 300 درهم. إذا كافي، بقات لي 300 درهم ممكن تشريو بها بدلة رياضية. ندوزو الآن للهندسة. لاحظ الزوايا وأتمم الجدول بوضع علامة في الخانة المناسبة. درنا هنايا عندي الزوايا، عندي الزاوية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. غادي نسمي كل زاوية بالسمية ديالها. الزاوية 1 واش هي زاوية قائمة ولا مستقيمة ولا حادة ولا منفرجة؟ الزاوية رقم 1 ها هي كما كتشوفوا هي هذه. واش هي قائمة؟ لا. مستقيمة؟ لا. زاوية حادة؟ نعم. إذا هي زاوية حادة. غندير العلامة هنايا، ماشي زاوية منفرجة. الزاوية رقم 2 هي هذه الزاوية هذه كتلاحظوها راه زاوية قائمة. إذا هي زاوية قائمة، نضع العلامة تحت الزاوية القائمة. الزاوية رقم 3 هي هذه. 3 ماشي قائمة، إذا فهي مستقيمية. كما كتلاحظوا راه زاوية مستقيمية. الزاوية رقم 4 ماشي قائمة، ماشي مستقيمة وماشي حادة، ولكن هي منفرجة، زاوية منفرجة. الزاوية رقم 5 فين هي 5 هي هذه زاوية حادة، راه زاوية حادة. و6 زاوية مستقيمية. 6 راه زاوية مستقيمية كما كتلاحظوا.
ندوزو للسؤال رقم جوج. ارسم ولا ارسمي دائرة مركزها او وشعاعها 2 سنتيمتر. الشعاع ديالها 2 سنتيمتر. اذا هنا كيفاش غادي ضروري كتاخدوا البركار ديالكم وتاخدوا المسطره ديالكم وكتحسب 2 سنتيمتر. ها الصفر، ها 2 حتى لهنا، ها هو بالبركار حسب 2. غنجي لهنايا وغندير المركز او، ندير المركز ديالي او هنايا، ها هي او النقطه او هو المركز. وغنجيب البركار ديالي، ما نغيرش الفتحه ديال البركار، ونرسم هاد الدائره اللي غيكون الشعاع ديالها هو 2 سنتيمتر. اذا كما كتلاحظوا هذه هي، غنرسم الدائره الشعاع ديالها 2 سنتيمتر. هذا هو الشعاع. غادي ندير هنايا نرسمو هذاك الشعاع، نرسمو من هنا حتى لهنا. هذا هو 2 سنتيمتر الشعاع. دابا ارسم مستطيلا طوله 6 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر. ندير اول حاجه خصني نرسم هنايا، ندير الطول، نرسم شي طول هنايا. الطول ديالو شحال؟ 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر بمعنى من هاد النقطه من الصفر الى حتى لهنايا، هادي راه هي 6 سنتيمتر. لهنا من لهنا حتى لهنا 6 سنتيمتر. بقى لي ندير زاويه قائمه، حيت المستطيل عنده 4 ديال الزوايا قائمه. الزاويه قائمه غتكون تقريبا، حاول ما امكن ندير الزاويه القائمه. نتوما استعملوا المثلث ديالكم. اذا تقريبا غنكون بحال ما هكا. هذه هي الزاويه قائمه. غنحسب من لهنا حتى لهنا شحال غنحسب، شحال قالوا لي 4 ديال السنتيمتر. 4 سنتيمتر تقريبا جات هنا، وبالتالي غنحسب هذا. اذا هذا هو المستطيل ديالي، هذا هو المستطيل. هنا راه زاويه قائمه، هنا نفس الشيء. هنايا خصني ندير زاويه قائمه هنايا، زاويه قائمه هنايا هكذا. وغادي نجبد هذه حتى لهنايا. هنا كذلك زاويه قائمه. ونلاقي هذا مع هذا، نحاول نلاقي هذا مع هذا. نتوما استعملوا المسطره واستعملوا البركار ديالكم المثلث باش ديروا الزاويه القائمه. اذا هنايا راه 6 ديال السنتيمتر وهنا 4 ديال السنتيمتر. هذا هو مستطيل. محيط هذا هنا نشوفوا هنايا، نجاوبوا على السؤال شنو عندي هنايا. محيط هذه الدائره هو المحيط. شنو هو؟ اش كنعرفوا المحيط؟ لو بيريمتر كيكون هو 2 مضروبه في بي مضروبه في ار الشعاع. اذا كان غتكون كتساوي 2 هي غنضربها في 3.14 هي بي، وغنضربها في ار اللي هو 2 في 2 هي 4 في 3.14. الا درت هنايا 4 في 3.14، 3.14 مضروبها في 4 في 4 16، 4 في 1 4 و 1 5، و4 في 3 هي 12. إذا غتعطيني 12.56 سنتيمتر. هذا هو لو بيريمتر. المحيط غتعطيني المحيط هذا ديال المستطيل. كنعرف هو المحيط هو الكبيرة اللي هو الطول زائد العرض مضروبة في 2 تساوي. إذا الطول هو 6، العرض هو 4، وهاد العرض زائد الطول غنضربو في 2. عطيتيني هي 10 مضروبة في 2 كتساوي هي 20 سنتيمتر. ندوز دابا للسؤال الموالي ديال الهندسة. السؤال الموالي هو ارسم مماثل الشكل التالي بالنسبة لمحور التماثل الدي. عندي محور التماثل الدي هنايا وعندي التربيعات. اذا هنا كيسهل عليا رسم المماثل ديال كل راس ديال هذا الشكل. هذا الرسم عندي هنايا شحال بعيدة على هذا محور التماثل؟ بعيدة بمربع. اذا المماثل ديالها حتى هي غتكون بعيدة مربع. بالنسبة لبي بشحال بعيدة؟ 1 2 3 4. نحسب هنا 1 2 3 4. هذه هي المماثلة ديال بي. دي بعيدة ب1 2 3 4. عفوا هنا راه بعيدة ب1 2 3 4 5. إذا هنا 1 2 3 4 5. راه هذه هي المماثلة ديال بي، ماشي هذه. دي بشحال بعيدة؟ 1 2 3 4. نحسب هنا 1 2 3 4.
هذه هي الدي، المماثلة ديال الدي. بالنسبة للسي شحال بعيدة؟ واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية. نحسب تمنية، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية. إذا هذه هي السي. إلا بغيت نقول هذه غتكون هي بي إشارة، وهذه هي سي إشارة، وهذه هي دي إشارة، وهذه هي أ إشارة. بقى لي دابا نلاقيهم. أ إشارة بي إشارة، ها هو. غنلاقي دابا أ إشارة مع دي إشارة هكا، هذا هو الممثل هكا. نلاقي سي إشارة مع دي إشارة، ونلاقي سي إشارة مع بي إشارة هاك. إذا هذا الشكل هذا راه هو المماثل ديال هذا بالنسبة لهذا المحور هذا. ندوزو دابا للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 شنو عندي؟ أكمل الجدول بما يناسب. إذا هنايا عندي اسم المجسم، عندي 4 المجسمات، 1 2 3 4. إذا هنا عدد الرؤوس، عدد الأحرف، عدد الوجوه. بالنسبة لاسم المجسم رقم 1، واحد شنو هو؟ هذا هو متوازي المستطيلات. نكتب متوازي المستطيلات. هنا خصكم تحافظينهم، عارفين الأشكال ديالهم. متوازي المستطيلات. بالنسبة للمجسم رقم 2 هو مكعب. كنكتب هنايا مكعب. 3 موشور قائم. موشور قائم. 4 هذا راه هرم. عدد الرؤوس في المتوازي المستطيلات، شحال هو عدد الرؤوس ديالو؟ يعني عدد الرؤوس غنحسب هاد الرؤوس هادو، عنده 4 الفوق وعنده 4 لتحت. إذا عدد الرؤوس عنده 8. عدد الأحرف هما هادو، هاد الأضلاع هادو، عنده 1 2 3 4، و4 الفوق هي 8، و4 مع الجنب هي 12. إذا عنده 12. عدد الوجوه، شحال عنده من وجه؟ عنده 1 2 3 4، عنده 6 الأوجه. عنده وجه الفوق وجه لتحت، وجه من هنا وجه من هنا هي 4، وجوج من الجناب من هنا ومن هنا، إذن هي 6. نشوفو دابا المكعب. المكعب هنايا عدد الرؤوس حتى هو عنده 8 د الرؤوس، 4 الفوق و4 لتحت. إذن عنده هنايا 8. عدد الأحرف حتى هو عنده 12، وعدد الوجوه حتى هو عنده 6 الأوجه. الموشور القائم، شوفوا هنا الموشور القائم. عدد الرؤوس، إلى حسبنا عدد الرؤوس عنده 1 2 3 4 5 6 الفوق وعنده 6 لتحت. عدد الرؤوس عنده 6. إلا شفنا عدد الأحرف، شحال من حرف عنده؟ عنده 1 2 3 4 5 6. إذن عنده ها 3 ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6، هادو مع الجناب 6. والفوق عنده 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، عنده 6 الفوق و6 لتحت و6 مع الجناب، إذن هي 18. هادو عدد الأحرف. عدد الوجوه، شحال ديال الوجوه؟ إذن إلا حسبنا الوجوه، عنده وجه لتحت هي القاعدة، وجه الفوق هي 2، ونحسبوا الأوجه هنايا غتكون عنده 1 2 3 4 5 6، إذن عنده 8. عنده 2 هنا، وحدة الفوق وحدة لتحت، وعنده 1 2 3 4 5 و6 مع الجناب. هنا هي المساحة الجانبية هي 8. الهرم هنايا شنو؟ الهرم عنده القاعدة ديالو على شكل مثلث. إذا إلا شفنا الرؤوس غيكون 1 2 3 4 5 6. عدد الرؤوس هو 6. عدد الأحرف، عفوا نشوفوا عدد، نعم عدد الأحرف. عدد الرؤوس راه هو 6. عنده 1 2 3 بلاتي، عفوا 1 2 3، عنده 4 د الرؤوس. علاش؟ لأن ها الرؤوس هما هادو، هما هاد النقاط هادو. إذا عنده 4 ماشي 6. إذا عدد الرؤوس عنده 4. دابا غنشوفوا الأحرف هما الأضلاع هادو، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6 ديال الأحرف. الوجوه، شحال من وجه عنده 1 2 3 4، عنده 1 2 3 4 ديال الوجوه.
اذا هنا كذلك غنكتفيو بهذا القدر باش ما نطولش في الفيديو، على اساس في الحصه الجايه ان شاء الله غنكمل لكم التصحيح ديال القياس ونصحح معكم المساله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.